الندوة الصحفية التي عقدها الناخب الوطني لم يتحدث فيها عن مباراة البنين بقدر إصراره على الوقوف على النقائص التي تأثر بها المنتخب الوطني منذ كأس إفريقيا الأخيرة. علي لوزيتش تحدث عن وجوب تضافر كل الجهود لتقديم الأحسن مستقبلا. أما مباراة البنين فقد صنفها الناخب الوطني بالمباراة الكبيرة، والفوز بنقاطها أصبح حتمية لمواصلة مشوار تصفية كأس العالم. عن مباراة الجزائر البنين، هي مباراة قوية خاصة عندما يتعلق الأمر بالمباريات ال5 و6 الأخيرة. لا أقول أن نفوز ب15 أهداف، يكفي أن نفوز بهدف، لكن يجب أن نظهر التعطش للفوز، هذا ما أحتاجه. وسائل الإعلام من جهتها لم تفوت الفرصة للحديث عن الأسماء الجديدة التي دخلت تشكيلة المنتخب الوطني في هذا التربص. بقدوم بعض الأسماء الجديدة أظن أننا قمنا باستدعاء لاعبين من شأنهم أن يقدموا الأحسن، ولاحظت بعض المحدودية في المستوى الهجومي. أتمنى أن هذه الأسماء الجديدة تتمكن من صنع الفارق. هذا